هو مين اللي يقول ان العملة بتاعتي تساوي 30 دولار ولا 20 دولار ولا 50 دولار؟ سنة 71 فكوا ارتباط العملات بالذهب، وقالوا هيبقى في سلة كده بيقيسوا بيها قوة العملة بتاعت كل بلد. أول حاجة عندها احتياطات أجنبية قد إيه؟ دولار يعني. تاني حاجة عندها ذهب قد إيه؟ الثالثة بقى ستبهرك، لأن دي أهم حاجة، إجمالي الناتج المحلي، يعني كمية المنتجات أو الخدمات اللي أنت بتعملها بتروح تبيعها للناس بره. ليه بقى دي أهم حاجة؟ ما هو أصلا من غير دي أنت مش هتعرف تجيب لا احتياطي ولا ذهب، فبيعملوا كده معادلة لطيفة ويشوفوا كل دولة عندها قد إيه من التلاتة. ولازم تبقى فاهم إن مش دايما لو عملتك قوية دي حاجة كويسة، إن كل ما العملة بتقوى كل ما تكلفة الإنتاج عندك بيزيد، فتصديرها بيبقى صعب. بس برضه مش كل ما العملة بتاعتك تنزل وتتهبد الأرض تبقى كويسة. يبقى أنت من الآخر محتاج تعمل موازنة ما بين إنتاجك اللي أنت بتنتجه وما بين قوة العملة. اللي بيلعب الموازنة دي البنك المركزي،